اتكلمنا في الفيديوهين اللي قبل كده عن صفات الاسد لو كان الشخص يحمل صفات الاسد او البيهيفير بتاع الاسد، وقلنا ازاي تستفيد منه لو انت شغال وهو مديرك. ازاي تقدر تستفيد منه وتعمل ايه عشان تقدر تكسب اكبر كم قدر ممكن من المكاسب لو كان مديرك اسد. في الفيديو ده هنتكلم لو انت بقى شغال وكان تحتيك في الفريق لقيت كده ان في اسد صغير كده، شبل كده صغير، هو صفته ليدر كويس وكده بس هو لسه صغير، تعمل ايه؟ الواقع ان انت لو لقيت ده كنز برضه، لازم تاخده وتربيه كده على ايدك وتعلمه وتديله فرصة ان هو يطلع يصطاد يعني، او يطلع ايه، يحضر اجتماعات، يبعت ايميلات، يحضر مع عميل، يخلص حاجة مع عميل او مع كلاينت يعني. ده بيخليه ان هو فعلا يطلع ويتعلم ويكبر، وعمره ما هينسى لك اللي انت علمته له ده، لان هو الاسد مش بيخون. فهو كأن انت لو ربيته فيطلع معترف دايما بالفضل بتاعك اللي انت عملته له، ان انت تديله الايه، الفرصه ديت، وانك تديله الليدرشيب تاسكس ان هو يعملها ويشتغل عليها جزء في جزء لحد لما يبقى قادر ان هو يبقى ليدر شاطر. طبعا لو انت عملت كده عمره ما ينسالك اللي انت عملته له ده، ودايما دايما هيفضل يقول ان انت اللي علمته الايه، الكلام دوت. بالعكس، ده هو كمان هيكبر الاداره اللي انت فيها، ويقدر ياخد البرفورمانس بتاع الشغل بتاعك لمكان تاني خالص. اكتب لي في الكومنت لو انت قابلت قبل كده حد كان شغال تحتيك وكده وكان هو فيه صفات من صفات الاسد اللي احنا قلناها في اول فيديو. وقول لي يعني يا ترى انت اديته فرصة ولا لا، وهو كبر ولا لا، وهو فين دلوقتي.